لو انت فاكر انك لما بتفتح الفيسبوك واليوتيوب وجوجل انت كده شفت الانترنت، تبقى انت كده غلطان. اللي انت بتشوفه ده مجرد القشرة اللي على الوش من فوق، بالظبط كده زي ما تكون واقف قدام المحيط وشايف شوية موج قدامك، لكن ما تعرفش ايه اللي مستخبي تحت في القاع. العلماء بيقولوا ان الانترنت اللي بنستخدمه ده بيمثل تقريبا 4% بس من الحجم الحقيقي للشبكة، وال96% التانيين هم الديب ويب. وده عالم مفيش فيه قوانين ولا رقابة، عالم لو دخلت فيه من غير ما تعرف انت بتعمل ايه يبقى الله يرحمك. احنا النهاردة مش هنحكي مجرد معلومات، احنا كمان هنحكي قصص حقيقية حصلت مع ناس بالفعل في الأماكن دي، وهنحاول نفهم ليه الناس دي بتعمل كده. وعشان تفهموا معايا اللعبة صح لازم نتخيل ان الانترنت ده عبارة عن جبل جليد ضخم في نص المحيط، وهنقسمه مع بعض ل3 أجزاء. أول جزء فوق خالص اللي بتوصله الشمس، ودي المواقع اللي جوجل بيقدر يفهرسها ويقراها. أي حاجة بتقدر تكتبها في السيرش وبتطلع لك هي دي السطح. لو نزلنا للجزئية التانية هنلاقي حاجة اسمها الديب ويب، وده حجمه أكبر من الجزء الأول بآلاف المرات. وده مش شرط يكون خطر، ده جواه مثلا بياناتك البنكية المشفرة وإيميلاتك الخاصة وقواعد بيانات الشركات والملفات الطبية. هي حاجات مخفية عن العامة عشان الخصوصية. لكن لو نزلنا للجزئية التالتة في الجبل ده هنوصل لحتة اسمها الدارك ويب، ودي بقى الجزئية اللي مفيش جوجل بيقدر يوصل لها، ومحتاجة متصفح خاص اسمه تور أو البصلة. طيب ليه سموه البصلة؟ ركز بقى في الحتة التقنية دي عشان تفهم الرعب فعلا. متصفح تور ده مش بيوصلك بالموقع مباشر، لا ده بيلف بيك الكرة الأرضية، وبياناتك بتعدي على حاجة اسمها نودز أو عقد، تروح من جهاز في الصين لجهاز في ألمانيا لجهاز في البرازيل، وفي كل محطة البيانات دي بتتغلف بطبقة تشفير جديدة زي قشرة البصل. وعشان كده مستحيل أي حكومة تعرف انت مين ولا بتعمل ايه، وده اللي فتح الباب لكل مجرمين الدنيا. طيب تعالوا ندخل جوه ونشوف المولات اللي هناك عاملة ازاي. في أسواق مشهورة زي سيلك رود وإمباير ماركت، وعايزك تتخيل كده انك داخل موقع شبه امازون بالظبط، في صور منتجات وتقييمات للعملاء. بس البضاعة هنا ايه بقى؟ يعني مثلا خد عندك هويات مسروقة، ممكن تشتري باسبور امريكي اصلي ب1000 دولار بس، او فيزا مشحونة ب5000 دولار وتدفع تمنها 100 دولار بس. وكمان عندهم أقسام تانية، ممكن تخش على قسم السلاح والممنوعات، وهنا بقى أي نوع سلاح يخطر على بالك هتلاقيه موجود، من المسدسات لحد القنابل، وبتوصلك لحد البيت متفككة في طرود بريدية كأنها قطع غيار سيارات عشان تعدي من الجمارك. وفي كمان خدمات الهاكر، وهم هنا أنواع، في الهاكر الأبيض وفي الهاكر الأسود. الهاكر الأبيض دول بيصلحوا الثغرات اللي في السيستم بتاع الشركات، أما بالنسبة للهاكر الأسود ودول بقى الشياطين اللي مستعدين يدمروا حياة أي حد مقابل عملة الموقع ده اللي هي البيتكوين. يعني مثلا ممكن تأجر هاكر محترف وتقول له أنا عايز أوقع موقع الشركة دي، أو عايز أسرق إيميل الشخص ده، والأسعار بتبدأ من 5 دولار. طب تيجوا أحكي لكم قصة عن شاب أسس موقع جوه الدارك ويب، ودي قصة أولبريشت، الشاب اللي كان عنده 26 سنة وعمل موقع سيلك رود. والشاب ده ما كانش مجرم بالمعنى التقليدي، ده كان شاب عبقري ومثقف ومؤمن بحرية التجارة المطلقة. عمل الموقع بتاعه سنة 2011، وفي كام شهر بس الموقع بقى بيعمل ملايين الدولارات يوميا. وقتها كان بيحلم إن هو يهد النظام المالي العالمي. ال FBI وال CIA اتجننوا ازاي في سوق عالمي للمخدرات والسلاح شغال تحت عينهم وهم مش عارفين يقفلوه. لكن عارفين ايه اللي جاب اجل الشاب ده؟ حاجة كده اسمها البصمة الرقمية القديمة. الشاب ده في بداياته استخدم ايميله الشخصي اللي فيه اسمه الحقيقي عشان يسأل سؤال تقني في منتدى برمجة سنة 2010. المحققين قعدوا يربطوا الخيوط لحد ما وصلوا لمكانه في سان فرانسيسكو، وفي لحظة سينمائية هجموا عليه في مكتبة عامة وهو فاتح اللابتوب وبيدير الموقع بتاعه. دلوقتي الشاب ده بيقضي عقوبة مؤبدين بدون أي فرصة للخروج تاني. دمر حياته عشان فكرة كانت أكبر من العالم. عايز أقول لكم لو قلبنا في المنتديات بتاعة الدارك ويب هتسمع دايما كلمة الريد رومز أو الأوض الحمراء، وبيقولوا إن الأوض دي فيها بث مباشر بتدفع فيها بعملة البيتكوين عشان تشوف جريمة بتحصل لايف قدام عينك، وممكن كمان تطلب من المجرم يعمل حاجات معينة في الضحية بتاعته. العلماء بتوع التكنولوجيا بيقولوا إن ده صعب جدا تقنيا، لأن متصفح تور بطيء وما يقدرش ينقل فيديو بجودة عالية لايف، ولكن الحقيقة أوحش بكتير. حتى لو مفيش بث مباشر ففي مواقع مليانة فيديوهات مسجلة لجرائم حقيقية بجد،
والناس اللي قلبها ميت بتدخل تدفع عشان تتفرج. يعني الوحشية موجودة بس مش بالضرورة تكون لايف، وده بيوريك ان الدارك ويب هو اعمق نقطة سودا في النفس البشرية. وتعالوا اقول لكم قصة كمان حقيقية. واحدة يوتيوبر قررت تعمل تحدي وتشتري صندوق غامض من الدارك ويب ب$500، وبعد أسبوعين وصلها صندوق خشب ريحته عفن ومريبة جدا، ريحته شبه ريحة اللحمة المحروقة أو القديمة. البنت دي كانت بتصور بالكاميرا وإيدها بتترعش وهي بتفتحه، ولما فتحته لقت حاجات خلت شعر جسمها يقف. لقت لعبة أطفال قديمة مكسورة وعليها بقع دم ناشف، وكمان لقت خصلة شعر مربوطة بشريطة سودا ومعاها ورقة مكتوب عليها سعرها غالي. والصدمة الكبيرة كانت موبايل قديم. لما فتحت الصور اللي عليه لقت صور ليها وهي نايمة في أوضتها، وصور ليها وهي في المطبخ من يومين بس. وقتها الرسالة كانت واضحة جدا: احنا مش بس بنبيع بضاعة، احنا كمان بنراقبك. وقتها البنت دي قفلت قناتها على اليوتيوب وعزلت من بيتها واختفت تماما. الدارك ويب مش مجرد شاشة، ده باب ممكن حد يدخل منه لبيتك وانت مش واخد بالك. وفي أسطورة بتقول ان الانترنت 8 مستويات، المستوى الرابع والخامس وبيتقال ان دول فيهم أسرار الحكومة الأمريكية عن الكائنات الفضائية ونتائج تجارب بشرية سرية. أما المستوى الثامن، ودي الأسطورة اللي بترعب الهاكرز نفسهم، بيقولوا إنه ده عقل الإنترنت اللي بيتحكم في كهرباء الأرض كلها والأقمار الصناعية، ومحمي بشفرات ذكاء اصطناعي مستحيل تتفك. ورغم إن الكلام ده غالبا خيال علمي، بس الأكيد إن في سيرفرات مشفرة جدا ومخصصة بس لعمليات المخابرات العالمية محدش يقدر يشم ريحتها. من حوالي سنتين ظهر فيديو على اليوتيوب لقناة شاب اسمه أليكس، وده كان متخصص في فتح صناديق الديب ويب. أليكس اشترى صندوق ب$3000 بعملة البيتكوين، وده كان أغلى مبلغ دفعه في حياته. الصندوق وصله في تابوت خشب صغير مشحون من بلد مجهولة. والحقيقة إن البداية كانت غريبة. لما أليكس فتح الصندوق قدام الكاميرا ملقاش مخدرات ولا لقى سلاح، لقى هارد ديسك قديم ومعاه ساعة يد مكسورة وورقة مكتوب عليها بخط ايد مهزوز: لو كنت فاكر انك نسيت احنا منسيناش. ومن هنا يبدأ الرعب الحقيقي. أليكس وصل الهارد بالكمبيوتر وهو بيضحك وبيقول للمتابعين بتوعه: شكلنا اتضحك علينا يا شباب. لكن الضحكة دي اختفت أول ما الملفات فتحت. الهارد كان عليه ملف واحد بس متسمي باسم أليكس، وجنب الاسم تاريخ ميلاده بالثانية. وجوه الملف كان فيه فيديوهات لأليكس وهو عنده 6 سنين وهو بيلعب في الجنينة بتاعت بيتهم القديم، والفيديوهات دي ما كانتش موجودة عند أهله أصلا. لكن الموضوع قلب كابوس لما لقى فيديو متصور من أسبوع واحد بس، فيديو ليه وهو قاعد في نفس الأوضة اللي بيصور فيها دلوقتي وهو بيطلب الصندوق من الموقع. وقتها أليكس بدأ يترعش وبدأ يقلب في الحاجات اللي جوه الصندوق. لقى مفتاح عليه ميدالية مكتوب عليها عنوان قبو في منطقة مهجورة قريبة من بيته. وقتها أليكس خد الكاميرا بتاعته وقال يروح يصور هناك لايف. المتابعين شافوا أليكس وهو بيدخل القبو، وفجأة الكاميرا وقعت على الأرض، والصوت الوحيد اللي كان طالع هو صوت حد بيمشي بهدوء، وصوت أليكس وهو بيصرخ: انتوا مين وجبتوا الصور دي منين؟ وآخر حاجة المتابعين شافوها قبل ما البث ينقطع هي إيد جوانتي أسود شالت الكاميرا ووجهتها لوش أليكس اللي كان مربوط في كرسي. والشخص ده قال جملة واحدة بس للكاميرا: شكرا انك دفعت تمن تذكرتك لنهايتك. ومن يومها وقناة أليكس اتمسحت والشرطة ما لقتش اي اثر ليه في القبو ده. كل اللي كان موجود الصندوق الخشب وهو فاضي، ومن جواه من تحت فيه صورة لأليكس وهو طفل صغير، وصورة تانية ليه وهو مربوط، وكأن الديب ويب كان بيخطط للخطف ده من 20 سنة. لو الفضول خدك، واتمنى يا رب ان انت ما تعملش كده يعني، وقررت تدخل القاع ده، لازم تعرف انك داخل حقل ألغام وانت مغمي عينك، وفي قواعد معينة للنجاة لازم تحفظها. اولهم انك تغطي الكاميرا بتاعتك على طول. الهاكرز هناك بيستخدموا برامج خبيثة تقدر تفتح كاميرتك وتصورك من غير ما اللمبة تنور. وتاني حاجة، ما تستخدمش الويندوز. المحترفين بيدخلوا بنظام اسمه تيلز من فلاشة خارجية عشان ما يسيبش اي اثر للهارد. وتالت حاجة، ممنوع انك تكبر الشاشة وتعمل لها فول سكرين. المواقع بتقدر تعرف دقة شاشتك، ومنها بيعرفوا نوع جهازك ويحددوا الهوية بتاعتك. وتجنب ان انت تفتح اي لينكات عشوائية، لان اي ضغط على اي رابط اونيون مش موثوق ممكن تسحب كل صورك وملفاتك الشخصية وتعمل لك ابتزاز مالي ينهي حياتك. وفي النهاية عايز اقول لكم ان الديب ويب هو الجانب المظلم مننا احنا شخصيا، هو المكان اللي بنشوف فيه اللي بيحصل لما الرقابة بتختفي والوحش اللي جوه الانسان ده بيتحرر. ونصيحتي ليك، خليك انت على السطح، كفاية علينا جوجل وفيسبوك وشوية الحاجات اللي احنا بندخل عليها. أنا محمد، وحكيت لكم الحكاية زي ما هي، ومستنى أسمع رأيكم في التعليقات.